ايه يا هلال يا سداني، هجابلك من تاني ترارارا. ايه ده الفيديو بقى ماشي. نقول في الموضوع رسالة ليك: ما تطلعش اي فيديو او اي تصريح يستفز النادي الاهلي. ده تصريح، ده تحذير والله. ما تطلعش اي تصريح ولا اي لاعب يقول لك انا كنت اتمنى مواجهة الاهلي او هتواجهه. ما تطلعش اي تصريح ليك ولا اي اعلامي سوداني يتكلم في الكورة. خلاص، ونبتدي الكلام. انت مشكلتك ان انت جيت لي فين؟ في دور الثمانية. عارف لو جيت في 16 و 32 ما ازعلش. عارف ليه ما ازعلش؟ لان انا كده كده اصلا بتنيل ب 60 نيله، بصعد بالعافيه من دور المجموعات، ودي حاجه معروفه طبعا. لما اصعد بالعافيه يبقى انا كده تمام وضمنت ايه؟ النهائي. ولو لا قدر الله فزت عليه في الذهاب، هشيلك طين في العوده. لعبتك هناك خربانه ولعبتك هنا واخد على عينك. فانت ما تهزمتش ما شاء الله يعني، وبتلعب لعب حلو وانا معاك في دي. بس انت راح تلاعب اقوى فريق عربي في اسيا وافريقيا والشرق الاوسط كله. مش هقول لك بالارقام عشان انت جربت وشفت، مش هقول لك بالارقام. والحاجه اللي هشكرك عليها ان انت كنت سبب من الاسباب ان انا تاهلت النهائي واخدت البطوله، ضربه جزاء للصد. هي دي اللي انا هقول لك عليها والله العظيم. انما بيراميدز، انا اتمنى بيراميدز يصعد وقابله في النهائي ان شاء الله يعني. ده لما نعدي الهلال يعني هنقص اللي هيجي لي من صن داونز والترجي. يعني اللي هيفوز من الاثنين دول هيقابلني انا بصراحه يعني انا اتكلم في الجد. انا عايز اقابل بصن داونز. عارف ليه عايز اقابل صن داونز؟ عشان صن داونز كان نقطه سودة، وده اللي انا مضايقني. اشمعنى صن داونز في افريقيا هو النقطه السوداء بتاعتي؟ ليه بيفوز عليا؟ عايز اعرف اشمعنى صن داونز اللي هو كان عليا نقطه سوداء. انا نفسي اواجه صن داونز، انا مش عايز غير صن داونز. انا عايز اعدي الهلال ان شاء الله واخش اقابل صن داونز. مع احترامي للترجي، انا اما الترجي يطلعوا ما يطلعوش ده حاجه ما تخصه هو. بس انا امنيتي ان انا عايز اقابل صن داونز، مش عايز غير الفريق ده. عارف ليه؟ لان الفريق ده هتعرف حجمك انت، انا هعرفه حجمه يعني. هو لعبني وكسبني واداني 5، عشان اللي هيشوفه هيضحك يقول لك ادالك 5. ايوه انا ادالي 5 يا عم، وخدت ال5 وطلعت بيها عملتها سلم وخدت بيها البطولة. انا عايز اقابله واوريه، او احنا نشوف الاهلي هيعمل ايه. اشوف اللعيبة دي وكمية اللعيبة دي اللي عندنا يعني هنعمل ايه مع صن داونز. بس لان صن داونز بيعتمد على سرعات فقط لا غير، ما عندوش خبرة نهائيات، دي حاجة معروفة. فانا عايز والله اتمنى ان انا اقابل صن داونز بصراحة. وان شاء الله نصعد للنهائي. وانا نفسي يكون نهائي مصري خالص بين الاهلي وبيراميدز، ده اللي اتمناه يعني. والزمالك ياخد الكونفدرالية. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان اقابله في السوبر الافريقي. اي واحد يقول لك ما انت هتاخد على عينك تاني يا عم، ما شديني على عيني تاني، مش مشكلة عادي. لما تخلص من ابسلامونينيش ده ابقى تعالى لي، وهتبقى يعني ايه، مباراة حلوة. وان شاء الله الهلال ما يعرفش ياخد طاره يا عيني، ونقابل يا صن داونز يا الترجي. وانا قلت اتمنى طبعا ان انا اقابل صن داونز وثقتنا في الاهلي كبيرة، واحنا مش بنخاف والله ما بنخاف من اي فريق في العالم. احنا نحترمه بس ما بنخافش، ومش بنحترم حد في النهاية. لما نكون في النهايات مش بنحترم حد غير اللي هو ريال مدريد والناس الأوروبية دي، يعني ما بنحترمها غصب عننا. ما علينا. السلام عليكم.